السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو سوف نعرض عليكم ماذا قال رئيس الاتحاد الإفريقي بعد الندوة الصحفية التي عقدت قبل ساعات في الجزائر. لكن قبل أن نبدأ في تفاصيل هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل ما هو جديد. إذن وصل رئيس الكاف اليوم إلى أرض الجزائر لحضور حفل افتتاح شان يوم غدا. وعقد موتسي ندوة صحفية قبل قليل حيث تأخر عن الندوة الصحفية بساعة تقريبا. وجاءت في تصريحاته ما يلي: أعتذر عن تأخري، كانت لي محادثة طويلة مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبونة. هو سأله الصحفي عن المحادثة التي دارت بينه وبين تبونة، حيث أجاب موتسيبي: لا يمكن، هذا أمر شخصي. وعد نفسه الصحفي بسؤاله عن فوزي لقجع رئيس الجامعة المغربية، وأجاب رئيس الاتحاد الإفريقي موتسيبي: من يعتقد أن لقجع يتحكم في الكاف فهو مخطئ تماما. كانت هذه تصريحات موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي. وهنا أعزائي المشاهدين شاركونا بآرائكم في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل ما هو جديد.